هنجيب كيلو من الكوسة وهنغسلها كويس جدا، وبعد كده هنشيل القطعة اللي من فوق والقطعة اللي من تحت بالشكل ده. واختاروا الكوسة تكون صغيرة شوية بتبقى احسن في الوصفة دي. بعد كده هبتدي ان انا اقور الكوسة بالراحة قوي كده. امشوا الخطوة دي بالراحة ولفوا الكوسة كده، هتتقور معاكم بكل سهولة من غير ما تبوظ خالص. واحنا مش بنشيل منها كتير زي محشي الكوسة، لا احنا بنشيل منها شوية على قد بس ما ندخل الحشوة فيها. وبعد ما بخلصها خالص ممكن نعمل لها خطوط كده بالمقوار، بيبقى شكلها حلو قوي، وده اختياري يعني ممكن تعملوها وممكن لا. وبعد كده برضو بديها شطفة بسيطة كده تحت المية، وبحطها في مصفى عشان تصفي كل ميتها. الحشوة بقى معلقة كبيرة من الزيت او السمنة او الزبدة. هحط عليها بصلة متقطعة صغير، ملح وفلفل اسود. اول ما البصلة كده تبتدي تغير لونها هنزل بربع كيلو من اللحمة المفرومة واشوحها كويس جدا لحد ما اللحمة تغير لونها كلها. وفي الاخر خالص بديها رشة من جوز الطيب. وبس كده هي بقت جاهزة معانا. بسيبها بقى تبرد خالص قبل ما احشي الكوسة. ولما باجي احشي الكوسة بحشيها لحد الاخر، لان اللحمة مش هتنفش ولا اي حاجة، فبنحشي الكوسة لحد الاخر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلصت كل الكمية. هنجيب كمية من الزيت ما تبقاش كتيرة قوي، وهبتدي بقى ان انا احمر فيها الكوسة لحد ما توصل للون اللي انتوا شايفينه ده. وهبتدي بقى اعمل احلى صوص للكوسة. 5 كوبايات من الزبادي اللي هو الحجم الصغير، حجمه 105 جرام. هبتدي ان انا اقلب الزبادي كده الاول في بعضه، وبعد كده هجيب ربع كوبايه من اللبن هدوب فيها معلقه صغيره مليانه من النشا. فص من الثوم المفروم هقلبهم الاول على البارد، وبعد كده هرفعهم على نار تكون اقل من المتوسطه. هديهم رشه من الملح والفلفل الاسود ورشه بسيطه قوي من جوز الطيب. هقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما الصوص ده يسخن معايا كده. هنزل بقى بالكوسه في الصوص الخطير ده، وطبعا تقدروا تدوقوه علشان تظبطوا الملح حسب ذوقكم. هنسيبهم بقى 10 دقايق ربع ساعة على نار هادية عشان كل حاجة تاخد من طعم بعض والكوسة تكمل سواها. واحلى حاجة تتقدم مع الاكلة دي الرز بالشعرية. هنجيب معلقتين كبار من الزيت وهننزل بنص كوباية من الشعرية، نقلبها كويس قوي لحد ما تاخد اللون الذهبي الحلو اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنزل عليها بكوباية من الرز المصري مغسول ومتصفي من المية كويس قوي. هشوحه كويس جدا، وهحط بقى ملح وفلفل اسود واتنين ورقة لورا واشوحهم مع بعض كويس. وبعد كده هنزل بالمية المغلية. والمية هنا يا دوبك بتغطي الرز بحاجة بسيطة، مش بنزود المية قوي عشان ما يعجنش مننا. سيبه على نار عالية لحد ما يبتدي يتشرب، وبعد كده بغطيه واوطي العين خالص لحد ما يستوي ويبقى بالشكل التحفة اللي انتوا شايفينه ده، طالع مفلفل ولونه حلو جدا. والكوسه استوت معانا والصوص تقل وبقى حلو قوي. بعد ما بقفل عليها بديها رشه من النعناع الناشف ورشه كده من اللوز المحمص، وممكن كمان لو متوفر عندكم صنوبر تحطوه، بس انا ما كانش متوفر عندي. وبس كده وبكل سهوله بقى جاهز عندنا احلى شيخ محشي او كوسه باللبن. هنقدمها بقى مع الرز. بجد خطيره، اكله حلوه جدا. انا دورت كتير على اصل الاكله دي، يعني لقيت ان في بيقول ان هي اصلها سوري، وفي ناس بتقول اصلها لبناني وفلسطيني. فانا بصراحه ما عرفتش اوصل للمعلومه الصح. هستناكم بقى تكتبولي ايه اصل الاكله دي وتكونوا متاكدين من المعلومه. طعمها خطير ومفيده وبجد خفيفه جدا. وكمان ممكن ما تقدموهاش مع رز، ممكن تاكلوها كده مع حبه سلطه، هتبقى حلوه جدا. جربوها، انا واثقه جدا انكم هتحبوها.